هارد لك الخساره. الله يحييك. فريق بيجي صراحه مستوى اليوم مو اللعبه اللي قدمها بسامره ولا اللعبه اللي قدمها بالمرحله الثانيه والاولى. شنو السبب اليوم اللي هل غياب لاعب واحد ياثر على خط النص؟ اكيد ليش ما ياثر؟ احنا خلي الكل يعرف انه احنا ما عندنا بديل ناجح. احنا هاي امكانياتنا. انا ما كانت اكو فلوس بالنادي على مود اروح اجيب لاعب سوبر. كل الانديه عندها لاعبين سوبر. انا لو عندي لاعب من البيشمركه مو اصعد على النخبه، اصعد على خلينا نحكي واقع حال. احنا ظروفنا صعبه، عملنا من لا شيء. لاعبين شباب طموحين اول مره يلعبون دوري وصعدوا، يعني بينهم وبين الممتازه مباراه واحده. اليوم لاعبينا اوكي ما كانوا بالمستوى المطلوب، بس وصلنا الجول كان بامكاننا انه نقول. الحكم ما كان منصف اليوم لان اكو بعض القرارات اللي احنا ما نستحقها. اقل شيء يعني ضربه الجزاء كان بالامكان انه يعطينا اياها ضربه الجزاء. ما اعرف شنو الموضوع، لان هي كره القدم هسه حاليا صارت اكيد بها محسوبيات وبها كثير من الامور اللي يصير بها خلف الكواليس. احنا هسه بعد نطلع مرفوعين الراس. احنا اللي سويناه اعتقد كثير من الانديه ما سوتها، عندها استقرار مادي ومعنوي وساكنين ببيوتهم. احنا نادي مشرد لاعبين مهجرين، مدرب مهجر. قدرنا انه نقدم شيء القضاءنا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني احنا كنا نريد نفرح جماهيرنا اليوم ونصعد، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. هذا الحمد لله رب العالمين. بس احنا نبقى ابطال وقدمنا شيء ما اعتقد كثير من الانديه ما قدمته. يعني احنا ما نريد نحكي بظروف النادي، شنو هي ظروف النادي زين، حكينا بما فيه الكفايه. بس اعتقد ما حد يقدر يشتغل ربع شغلنا بهاي الظروف، ما حد يقدر يشتغل. وصلنا الحمد لله رب العالمين. اوكي اليوم احنا بملعب البيشمركه واحرجناهم. بيشمركه عندهم لاعبين امكانيات، اكو فوارق فرديه، اكو بعض اللاعبين تكنيكه عاليه. احنا عندنا لاعبين امكانياتهم محدوده والحمد لله رب العالمين. مبروك البيشمركه، واحنا نبقى مرفوعين الراس غصبا عن اللي يرضى والما يرضى. حبيبي ان شاء الله. شكرا.